النهاردة هنعمل مع بعض قمر الدين، خلاص مش هتشتريه من بره تاني. تخيلوا ان انا عملت قمر الدين بنص كيلو من الجزر. والله طعمه ما فيه طعم الجزر ولا ريحة الجزر خالص. انا بجد انبهرت، يعني انا ما كنتش متخيلة انه يطلع بالنتيجة دي. هقول لكم على كل الاخطاء اللي انا وقعت فيها، هقول لك على كل حاجة في الفيديو بالظبط. هقولك على الطريقة والوصفة، وهقولك على الأخطاء اللي ممكن تبوظ معاكي الوصفة، وهقولك ازاي تتفادي الأخطاء دي علشان الوصفة تنجح معاكي. هقولك على المكون اللي هيخليه يديكي طعم قمر الدين، اللي هو طعم المشمش بالظبط. والله كأنك شارياه من بره، نفس الطعم. يعني احنا يا جماعة كان بيضحك علينا، كنا بنشتريه غالي جدا وهو معمول بأرخص حاجة. يعني انا جبت نص كيلو جزر ب3 جنيه، وحطيت له مكون واحد بس كده برضو مش غالي، حوالي برضو 7 جنيه. وعملت بقى 3 لفات من قمر الدين. وعملت كمان القمر الدين اللي طالع بشكل جديد، عاملينه ملفوف كده على شكل رول، ومحطوط في اكياس كده ملفوفه زي البونبونايه كده، وعاملين منه احجام، حجم كده طويل شويه كده بالحجم اللي انا ماسكه ده، وفي حجم اصغر عملت لكم برده الحجمين دول، وبيبقى ملفوف في اكياس كده وبيتباع طالع جديد. فعملت لكم ده وعملت لكم ده، وهعمل لكم برده لو انت مش عايزه تعمليه برده في طريقه ثالثه كده، هقول لكم عليها برده في الفيديو. يلا بقى حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا نشوف الطريقه. وما تنسيش تقولي رايك في الكومنتات. اول حاجه كده معايا نص كيلو من الجزر المبشور. انا بشرته، يعني ممكن تقطعيه مكعبات وممكن كمان شرايح مدوره، انا بشرته عشان يستوي معايا بسرعه. تمام، حطيته بقى كده في الحله، وهسيب لكم المقادير كلها كده بالظبط في صندوق الوصف، وممكن كمان احطها لكم على الشاشه. معايا نص كيلو جزر بشراه، هحط عليه كوبايتين من الميه، كوبايه من السكر، كوبايه عصير برتقان لو موجود عندك، وطبعا البرتقان مال السوق، كل سنه وانتم طيبين. كتير جدا، برتقانايه كده واحده هتعصريها وتحطيها. تمام، ونص عصرة ليمونة كده، وهحط معلقة من عسل الكلوكوز. لو مش موجود عندك مفيش مشكلة، ممكن تحطي معلقة عسل نحل، بس انا جربته قبل الوصفة دي فلقيت ان لما هنعمله لفة كده عسل الكلوكوز ده بيفرق اوي في القوام. خدت بقى كده الحلة وحطيتها على النار بالشكل ده، وهضيف لها نص عصرة ليمونة لو انتي مش حاطة برتقان. تمام، هخليه بقى كده على البوتاجاز. اول ما يبتدي يغلي هخلي النار كده وسط عليه واسيبه لحد ما يستوي. انا عايزه الجزر ده يستوي على الاخر، يعني تمسكيه بايدك كده تلاقيه ايه، بيتهرس في ايديكي. تمام كده. تعالوا بقى نحضر ايه الخلطه اللي هتخليه معايا في طعمه بالظبط زي طعم المشمش، ونفس قمر الدين اللي بنجيبه من بره. معايا كده نص كوباية من المية او ربع كوباية، هحط فيها معلقتين من النشا، وهحط فيها كمان ما هجيب جيل المشمش. هو ده بقى ايه المكون، بلاش اسانس المشمش، يعني جربته لقيته مش قد كده. جيل المشمش حلو جدا، وكمان مادة ربط حلوة جدا بدل الجيلاتين. حطيت كده معلقتين كبار من جيلي المشمش، بيديله طعم المشمش بالظبط، بيديله طعم قمر الدين اللي جايبينه من بره بالظبط. الباكو ده ب14 جنيه، واخده منه معلقتين بس، وهيبقى الباقي عندك تبقي تعمليه. تمام. هنا بعد ما شلته من على النار والجزر كان استوى معايا تماما، نزلت عليه بالخليط ده بعد ما قلبناه كويس، اللي هو معلقتين من النشا مليانين، ومعلقتين من جيلي المشمش. لو انت مش هتستخدمي جيلي مشمش وعايزه تستخدمي اسانس المشمش، هتحطي معاه معلقه كبيره مليانه من الجيلاتين الحلال. تمام، بيتجاب من عند العطار. قلبتهم بقى كده كويس قوي مع بعض، وهخلطه بقى في الخلاط. انا هنا هعمله بالهاند بلندر. لو انت هتعمليه في الخلاط هتستني عليه لما يهدى كده شويه، وبعد كده تحطيه في الخلاط وتطحنيه كويس جدا يبقى ناعم. ولو حاسه انه يعني مش ناعم قوي وحاسه ان في حاجات خشنه، ممكن تصفيه، لكن انا مش هصفيه علشان انا خلاص اتاكدت ان هو ناعم جدا. رجعته بقى تاني على البوتاجاز، وهحطه على نار هاديه وهسيبه كده يغلي مع نفسه ويبكبك لحد ما القوام يتقل معايا قوي ويطلع كل الميه اللي فيه.
زي ما انتم شايفين المعلقه اهو، امشي كده عليها بايدي يفضل ثابت زي ما هو، القوام ما يسحش كده وينزل، يبقى كده هو خلاص تمام معايا. هجيب بقى صينيه كده، هتجيبي اي صينيه عندك، هحط فيها كيس بلاستيك. الخطأ بقى اللي انا عملته هنا ان انت بعد ما تحطي كيس البلاستيك تدهنيه كده بزيت خفيف قوي، عشان لما نيجي نطلع القمر الدين ده بعد ما يتماسك كده وينشف ونطلعه يطلع معاكي بكل سهوله. طبعا انا طلعته كده غلبني عبال ما طلع من الكيس لانه لزق في الكيس. فدي خطوه مهمه جدا. هتجيبي الصينيه وتفردي عليها كيس، ما عندكيش الاكياس المناديل دي، هتجيبي كيس تلاجة وتفتحيه وتحطيه عليها، وتفردي عليها كده القمر الدين طبقه رقيقه، وتفرديه كده وتحاولي ان انت تسويه وتخلي السمك كله واحد. بس هتدهني الكيس بالزيت زي ما قلت لك، دهنه كده خفيفه قوي، كانك بتدهني صينيه كده بزيت. تجيبي الفرشه وتدهني بيها كده او البخاخه وتبخي. المهم ان احنا عايزين رشه زيت خفيفه جدا عشان لما ينشف ويتماسك يطلع معاكي بكل سهوله. انا عملت صينيتين بالشكل ده تمام. يبقى ده اول خطأ انا وقعت فيه زي ما قلت لكم، اللي هو انا طلعته بصعوبه شويه علشان انا ما دهنتش الكيس بالزيت تمام. طبعا انا شفت يعني كذا قناه عامله الوصفه دي، ولكن انا يعني بشوف كذا حاجه لما وصفه بتطلع جديده انا بشوفها هنا وهنا وهنا، واخد الخلاصه بتاعتها واجربها. وما اجربها ان فشلت معايا بشوف ايه ليه الوصفه ما نجحتش معايا بسبب ايه، واكررها تاني ولحد ما تتعمل معايا صح، واعرف بقى ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها. انا بعد ما حطيت كده الصواني سبتها بقى كده فوق التلاجة وغطيتها كده بشاشه، ما تغطيهاش بحاجه تقيله عشان ينشف معاكي تمام. بيقعد 3 ايام عبال ما ينشف ويتماسك. فهو يعني الغلبه في كده، في ان انت بتسيبيه 3 ايام عبال ما يبقى يديك القوام اللي انت شفتيه ده. فانا هقول لكم على طريقه تانية لو انت مش حابه ان انت تسيبيه المده دي كلها عشان ينشف، هتعمليه وهيبقى سهل معاكي. انا عملته طلع معايا زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين حلو جدا متماسك. طبعا انا هطلعه معاكم برده من الكيس دلوقتي، وزي ما انتم شايفين اهو زي اللي بنشتريه من بره بالظبط اهو. بصوا بقى ده ايه، قمر الدين كداب. عملت معاكم الفستق الكداب، فده قمر الدين الكداب زي الحمام الكداب، يعني قمر الدين بس هو مش قمر الدين. عشان شوفوا كان بيضحك علينا ازاي نشتري لفه قمر الدين والمشمش غالي جدا ونشتريها ب50 جنيه وب60 جنيه وفي ب40 كمان. فهو بيعملوه كده بالجزر المبشور، وبيحطوا طعم المشمش بالجيلي كده او قصنص المشمش، واحنا نشتريه بقى ونقول ده قمر الدين بقى بالمشمش. بصوا طالع زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. طيب في كمان طلع جديد اللي هو الرول، فبتقطعيه كده بالشكل ده بالقطاعه او بالسكينه وبتلفي الرول وبيتلف في الاكياس. طبعا انت مش ممكن ما تلفوش في اكياس، بتحطيه في علبه وتحتفظي بيه. وده بصراحه حلو جدا وعجبني اكتر من اللفه الكبيره دي. ليه؟ بتاخدي كده الواحده على طول اللفه الرول دي وتحطيها كده في قلب الشفشق مع الميه عشان تتنقع وتدوب سهله، بدل ما تقعدي تمسكي اللفه وتقطعي منها. طب لو انت بقى مش حابه موضوع ان انت تسيبيه 3 ايام ينشف، ومش حابه برضو فرد في الصينيه والكلام ده كله، خلاص هتيجي بقى لحد الخطوه، او مش عايز تعملي رولات او لفات، هتيجي لحد الخطوه ما احنا بنشيله من على النار قبل ما تفرديه في الصينيه. لا مش هتفرديه، هتسيبيه كده يبرد ويهدى شويه، وبعد كده تعبيه في علب كده تلاجة زي دي، علبه من دي، علبه تلاجة، كيس زي ما انت عايزه، وتخليه عندك في التلاجة وتستعملي بقى منه ايه زي ما انت ما عايزه. تاخدي منه بقى تعملي عصير قمر الدين، تعملي منه الخشاف، تحطيه كده يعني هتاخدي منه بقى معلقه معلقتين 3 زي ما انت عايزه، وتدوبيهم في الميه وتحطي السكر وتحطي الخشاف بتاعك، او تعمليه عصير قمر الدين، او تعملي منه كمان مهلبيه قمر الدين. بيكون حلو جدا جدا وزي العسل وبيبقى جاهز معاكي. تخشي تطلعي العلبه تاخدي منها معلقتين وتدوبيها كده وتعملي الوصفه اللي انت عايزه تعمليها على طول. تعالوا بقى كده نعمل كده تجربة عملية كده ونعمل كوباية من عصير قمر الدين. حطيت كده معلقة، يعني يعتبر معلقة صغيرة من قمر الدين اللي في العلبة معانا اللي هو المركز، وهنحط عليه شوية مية. حطيت معلقتين كده من السكر
وقلبته كويس وبقى جاهز معايا كوبايه عصير قمر الدين. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، عملتها لكم بالثلاث طرق اللي طلعوا في فيديو واحد كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.